ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقه المكرونه البشاميل. طريقه سهله وبسيطه. طبعا هي اتفرولت مني عشان قطعتها سخنه كده، تستنوا عليها تبرد وتقطعوها. تابعوا الفيديو عشان تشوفوا انا عملتها ازاي. عصاج اللحمه، حطيت معلقه سمنه وعلى اللحمه المفرومه. تمام كده بعصجها. ومقطعه هنا بصلايه وطماطمايه وهضربهم في الخلاط. وهحط هنا التوابل، ملح وفلفل وقرفه. القرفه بتدي طعم حلو جدا للحمه. حطيت هنا معلقتين سمنه، معلقتين دقيق. حرك البشاميل لغايه ما الدقيق يستوي. هنزل باللبن. معايا هنا خلطة البشاميل، هنزل بيها كده. هنزل باللبن تاني. معايا معلقة جبنة كيري، ومعايا جبنة رومي حطها في البشاميل. حطيت هنا فلفل اسود وبابريكا كانت محتاجة. جبنة طبعا ساخن جواها، بس هقفل عليها بقى واسيبها لغاية اما تبرد. بعد كده ارص الصينية بتاعتي. انا ضفت البيضايه على البشاميل، دلوقتي برص الصينية. هنا معايا حبة مكرونة عليهم بشاميل كده. ريحة البشاميل تحفة تحفة جدا، لازم تجربوا الطريقة دي. حطيت هنا المكرونة كلها. تمام كده هحط العصاج بتاعها مفرومة. بصوا المكرونة طلعت تحفة وطعمها تحفة. بصوا متحمرة فوق الوش ازاي. محدش يقطعها سخنة، محدش يعمل انا عملته دوت عشان تطلع كاملة. بس كده. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. باي باي.